السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن فيجما سي ال اي. هنتكلم عن حاجات مهمة جدا. الفيديو ده هو سلسلة من الفيديوهات مخصصة وموجهة للديزاينرز ازاي يستخدموا الاي اي جوه الديزاين تولز بتاعتهم. النهارده هنخش ونتعمق اكتر ونفهم شوية حاجات في كلود، وهنتكلم عن المشكلة الأساسية اللي بتقابل الديزاينرز، إن ليه أنا بطلب من الاي اي يعمل لي تاسك جوه فيجما بياخد وقت طويل، ربع ساعة مثلا، ماشي، وبيحرق توكنز كتير وبوصل للليميت بسرعه، ما بلحقش خالص اللي انا عايزه، ما بوصلش للنتيجه اللي انا عايزها تكون بروفيشنال وتكون كويسه، تتطلب مني ان انا اقعد اعدل عليها كتير. ماشي، فهنفهم برضو ايه المشكله دي. بعد كده برضو هنخش ونتعمق اكتر في فيجما سي ال اي ونعرف المميزات اللي فيه، ماشي، عشان اعرف يبقى عندي ريفرنس انا امتى استخدم المميزات او الفيتشرز دي جوه فيجما سي ال اي. بس قبل ما نخش على فيجما سي ال اي احنا محتاج نفهم الفرق ما بين اربع حاجات جوه فيجما: الكوماندز، السكريبتس، الدوكس، الميموري. الكوماندز دي الاوامر اللي اوريدي مكتوبه لما تيجي تنزل كلود، تنزل فيجما سي ال اي، في اوامر اوريدي مكتوبه هم عارفينها، تقدر تقول ان دي بيلت ان. طبعا انت لو بتطلب منه تاسك، ماشي، والتاسك ده له امر بيعمله بشكل مباشر، هنا هيديك نتيجه سريعه. خلاص، فالكومنتس دي حاجات اوريدي انت مش محتاج تعمل لها سيت اب، موجوده، تستخدم في التاسكات الصغيره تدي لك نتيجه سريعه. طيب السكريبتس، الاي اي او كلود بيستخدمها او بيبني سكريبت لما يكون في تاسك معقده، تاسك طويله تتطلب خطوات كتير. انا مثلا عايز اعمل باتن كومبوننت في 48 فاريبل، عايز اعمل ايكونز كومبوننت فيها مثلا 100 ايكون، عايزه يبني لي شويه فاريبلز كتير، فبيضطر ان هو هنا ايه، يكتب سكريبتس. خلاص. الحاجه الثالثه الدوكس. الدوكس دي تعتبر المخ او السكيلز بتاع الاي اي. دايما لما بتطلب منه حاجه بيروح يدور عليها هناك، اول ما بيلاقي التفاصيل بتاعها اللي بتشرح التاسك دي المفروض تتعمل ازاي، بيروح اوتوماتيك ايه يعملها. فطبعا الدوكس دي مهمه جدا. طيب بنستخدمها لما نيجي نكون بنعمل حاجه جديده في الاول او بنعلم الاي اي، ودايما الاي اي او كلود بيرجع لها لما بيعطل. لما بتطلب منه حاجه ويعملها غلط او مش عارف يعملها، دايما يقول لك طب استنى اروح ادور تاني، بيروح يدور هناك في الدوكس بتاعته، في السكيلز اللي عنده، يشوف هل في حاجه بتعمل الكلام ده ولا لا. ننتقل بعد كده للحاجه الرابعه، الميموري، الذاكره بتاعه كلود. دايما لما تيجي تطلب حاجه من كلود وتكون الحاجه دي جديده عليه، انت قول له احفظ الحاجات دي عشان انا بعد كده ما ارجعش اطلبها منك تاني. فيعتبر الورك فلو الجميله هنا بتاع الميموري، ان انت بتكتشف الحاجه، بتجربها، بتعمل لها تيست، بتقول له بعد اذنك روح اعمل دوكيومنتيشن لهذا الموضوع عشان تبقى موجوده عندك في الدوكس، علشان الاي اي بعد كده يفتكرها. خلاص. المره الجايه لما تيجي تطلب منه نفس الحاجه، هيروح اوريدي على الدوكس فهيلاقيها. خلاص. فده الفرق بشكل بسيط جدا عن الاربع حاجات. تعالى بقى نتعمق على فيجما سي ال اي. ركز معايا هنا قوي. لما انت تيجي تستخدم فيجما سي ال اي وتيجي تطلب منه انه يعمل لك تاسك جوه فيجما، خلاص، فيجما سي ال اي بيشتغل بكلود. ايه الورك فلو اللي هو بيمشي فيها؟ انت شغلت فيجما سي ال اي، شغلت كلود، طلبت منه تاسك، هو بيعمل ايه؟ هو بكل بساطه بيروح يشوف هل التاسك دي تاسك عامه، تاسك بسيطه، ماشي، يروح يدور عنده في السكيلز الدوكس بتاعته. جميل. يروح يسال نفسه هل انا فعلا عندي امر او كوماند بيطبق هذه التاسك ولا لا. فيجما سي ال اي معتمد على الكوماندز. فيجما سي ال اي اتعمل يا شباب علشان يوفر توكنز، بس محتاج ان انت لما تيجي تستخدمه تعرف الكوماندز اللي موجوده عنده، تعرف ايه الاوامر اللي هو بيعمل لها سبورت، اوريدي بيلت ان، مش محتاج تعمل لها سيت اب، مش محتاج تكتبها من جديد. فبالتالي لما تطلب منه الحاجه يعملها لك في ثواني، في ثواني دي فعليا يعني، يعني في 10 ثواني مثلا، في 20 ثانيه بالكتير، يعمل في اقل من 30 ثانيه مليون في الميه هيكون عمل لك الامر اللي انت عايزه. فهو بيروح يدور عنده في الدوكس هل الدوكس دي موجود فيها الامر. خلاص. هل انا اعرف الكومنت؟ اعرفه، هيروح يشغله على طول. طيب ما لقاش الكومنت ده، يروح يشوف هل التاسك دي كومبليكيتد، هل حاجه معقده، هل حاجه بتتطلب خطوات كتير، ماشي. لو بيروح يشوف الدوكس اللي عنده فيها سكريبت مكتوب اوريدي زي ما كان الكوماند مكتوب. فلو السكريبت موجود اوريدي هيديك نتيجه سريعه برضه، ابطا سنه من الكوماند، بس ستيل برضه في خلال ال 30 ثانيه بتوعك اللي انت يعني تقدر تقول الاي اي فعلا ساعدني. خلاص. فلو السكريبت موجود دي حاجه كويسه جدا. خلاص. فتقدر تقول هنا السكريبتس هنستخدمها في التاسكات الكبيره شويه اللي فيها ستيبس كتير، اللي فيها ورك فلو، ماشي.
طيب لو السكريبت ده مش موجود عنده في الدوكيومنتيشن، هيضطر ان هو يروح يدور تاني في الدوكس، هل في اي حاجه موجوده؟ لا مفيش. هل في ملفات تانية كدوكيومنتيشن او سكيلز تانية ارجع لها؟ ملقاش، فبيضطر ان هو يروح يكريت سكريبت جديد. وهنا بقى ده سبب من الاسباب اللي بتخلي التاسك عندك تاخد وقت طويل جدا، وهقول لك كمان شويه ليه. خلاص. طيب بعد كده احيانا بيرجع يسالك يقول لك انت عايزني احفظ الحاجات دي عشان افتكرها المره الجايه ولا لا، بس في الغالب مش بيسال. لكن لو هنكمل الورك فلو بتاع كلود جوه فيجما سي ال اي، لو انت طلبت منه يحفظ الحاجات دي فيروح يسال نفسه هل انا كده بتعلم حاجه جديده؟ فيروح برضو يسجلها في الدوكس بتاعه، لان هي المرجع الاساسي بتاعه اللي هو ملف كلود دوت ام دي. جميل. فدي الورك فلو لكلود مع فيجما سي ال اي لما تطلب منه تاسك يعملها لك جوه فيجما. تعالى بقى هنا نتكلم عن المشكله الكبيره الاساسيه دلوقتي يا اسامه. انا لما اجي اطلب من كلود يعمل لي تاسك جوه فيجما باستخدام فيجما سي ال اي بياخد وقت طويل جدا، ربع ساعه، بيديني نتيجه مش كويسه، مش دي النتيجه اللي انا عايزها، اضطر اعدل عليها كتير، بيحرق لي توكنز، بوصل للليميت بتاعي بشكل سريع، مش عارف اعمل ايه. في فيديو من الفيديوهات هسيب لكم برده في التعليقات، احنا بنطبق على الكلام ده بشكل عملي. عملنا تحقيق كده مع الاي اي. يا استاذ فيجما سي ال اي وكلود، انت ليه خدت 15 دقيقه عشان تعمل هذه التاسك؟ قال لك لا لا لا, لا انا خدت 3 دقائق، وبعد الحاجات اللي انا وانت اتفقنا عليها من شويه نراجعها المره الجايه، الحاجه دي هتاخد 45 ثانيه. قلت له لا انت خدت 15 دقيقه. قال لا خدت 3 دقائق. قلت له ازاي؟ قال لي المشكله اني انت لما اديتني برومبت، هذا البرومبت ما كانش عندي ولا امر ولا عندي سكريبت، فاضطريت ان انا اروح اكتب سكريبت. ولما جيت اكتب سكريبت، السكريبت طويل فخد مني وقت. لما جيت اشغل السكريبت ما اشتغلش، اضطريت اعمل سكريبت 3 مرات لحد ما اشتغل. وفي مشكله برضو تانية قابلتني، ان في تايم اوت، المطلوب ان انا اعمل التاسك دي في خلال 30 ثانيه، فانا ما عرفتش اعملها في 30 ثانيه فوقفت. فكل ما اجي اشتغل اخد وقت اكتر من 30 ثانيه، فاقف فارجع اعيد من الاول. في اخر لما زهقت رحت انا بنفسي كاي اي عدلت التايم اوت من 30 ثانيه خليته مثلا 90 ثانيه، عشان ادي لنفسي وقت ان الحق اخلص هذه التاسك. فبرضه ده خد مني وقت كبير جدا. طبعا احنا لو مش فاهمين هذه المعلومات نستغرب ونقول الاي اي ما ساعدنيش، لا ده وحش، ده حرق لي توكنز، ده ضيع لي فلوس، وهكذا. الحاجه الثالثه ان انت كل مره بتطلب مني نفس الحاجه بس انا ما بسيفهاش عندي، انت ما قلتليش هسيفها عندي. ماشي. فانت الاسبوع اللي فات قلت لي اعمل لي باترن كومبوننت في 48 فاريانت، انا خدت ربع ساعه. النهارده برضو قلت لي نفس الكلام، انا خدت برضو ربع ساعه، لان في الاخر ما بقاش عندنا حاجه دوكيومنتد از ريفرنس نرجع لها كمرجع عشان نوفر على بعض وقت وما نحرقش توكنز كتير. طيب تعالى بقى نتعمق اكتر قوي ونشوف. طيب لو كل حاجه منهم لوحدها، الكومنتس او السكريبتس او الدوكس او الميموري، هل هي سريعه؟ هتلاقيهم مفيش حاجه فيهم بطيئه. يعني كلود مع فيجما سي ال اي لما يجي يروح يشغل كومنت بيبقى اسرع حاجه طبعا، سريع جدا. اما بيروح يشغل سكريبت موجود قبل كده، ماشي، ستيل سريع. لما بيروح يقرا الدوكيومنتس اكتر من مره ويراجعها كلها، ستيل برضو مش بطيء، ماشي. لما بيروح يتعلم حاجه جديده علشان يسجلها عنده ويحفظها عنده، ستيل سريع. طيب انا ليه بيحصل معايا هذه المشكله؟ خلاص. طبعا هو بيستخدم الكومنتس عشان يرن او يعني يشغل الامر المكتوب، بيستخدم السكريبتس عشان يعمل اوتوميشن وستبس كتير، بيستخدم الدوكس عشان يتعلم او تبقى هي مرجع ليه، بيستخدم الميموري لما يجي يتعلم حاجه جديده. ماشي. طيب فانت هنا محتاج تعرف كل الاوبشنز اللي عندك. انت هنا محتاج قبل ما تطلب من كلود انه يعمل لك حاجه جوه فيجما باستخدام فيجما سي ال اي، انت محتاج تسال نفسك هل التاسك دي حاجه عاديه كومن، معروفه سهله، كرييت فاريبل، اعمل لي شيب، لون، التاسكات البسيطه سهله. خلاص. لو دي سهله هتشوف هل انا عندي كوماند جوه اوريدي، ماشي، هل فيجما سي ال اي من ضمن الاوامر اللي متسجله عنده في حاجه فعليا بتعمل ده تحديدا بشكل مباشر ودقيق. هنستخدم وننادي على الكوماند ده، او هنكتب الكوماند ده، او هنكتب الوصف اللي سهل على الاي اي انه يعرف ايه هو الكوماند اللي له علاقه بالكلام اللي انا عايزه، فيروح يشغل الكوماند على طول. خلاص. دي اول نقطه. طيب هل التاسك دي كومبليكيتد؟ هل هي تحتاج سكريبت؟ هل هي فيها تاسكات كتير؟ هنا انت لازم تدور وتشوف. لازم السكريبت ده يكون مكتوب، لازم السكريبت ده يكون موجود قبل كده زيه زي الكوماند، غير كده هياخد منك وقت طويل جدا ويحرق لك توكنز كتير جدا. احنا هنا برضو بنتكلم على فيجما سي ال اي، اوعى تنسى. طيب لو السكريبت ده مش موجود، انت هنا محتاج تصبر بقى، علشان انت محتاج تجرب وتستكشف وتشوف النتيجه
اللي الاي اي هيعملها لك جوه فيجما الكواليتي بتاعها عامل ازاي، وتقول له على التعديلات اللي انت عايز تعملها، وتتاكد ان هو سجل الكلام ده عنده في الدوكس وفي الميموري، حفظ السكريبت او حفظ عنده الكومنت علشان المره الجايه ما ياخدش منك وقت طويل. خلاص. ف باختصار شديد الاوبشنز او الفيتشرز الموجوده في فيجما سي ال اي، فيجما سي ال اي مبني على الاوامر، فانت لازم تعرف ايه الاوامر الموجوده هنا كلها. بكل بساطه انت لو مش عارف ده، انت روح اول ما تفتح فيجما سي ال اي مع كلود قول له بعد اذنك قول لي كده ايه البيلت ان كومنتس اللي عندك واشرحها لي واديني مثال، فتعرف انت كل الفيتشرز اللي عندك. انا حتى كمان قلت له في مره اعمل لي ويب بيج فيها شرح الموضوع ده كله بحيث تبقى ريفرنس عندي. دي وريتها لكم في الفيديو اللي فات اللي هو كان عملي، يعني كل اللي احنا بنتكلم فيه النهارده ده نظري، شرحناه عملي بشكل مفصل من اول ما جينا نطلب منه حاجه خدت ربع ساعه لحد هنعلمه ازاي، لحد ما نفس الحاجه دي في الاخر عملها لنا في 10 ثواني تقريبا او في 20 ثانيه حاجه زي كده. فلازم تكون عارف الكومنتس، مش عارف خليه يشرحها لك. لازم تشوف السكريبتس البري ريتن اللي مكتوبه قبل كده، ماشي. لازم لو طلبت منه حاجه وما عندوش ليها الريفرنس از مرجع ليه وما عندوش السكريبت الموجود، لازم انت تصبر عليه وتتاكد ان السكريبت ده شغال وكل حاجه، بعدين لازم تقول له سيف لي الكلام ده في السكريبت. خلاص. طيب لازم تفهم برضو ان الدوكس هو بيرجع لها اللي هو ملف كلود دوت ام دي او اي ملف سكيل دوت ام دي، هو بيرجع له از ريفرنس في البدايه قبل ما يجي يطبق اي حاجه. خلاص. فده لازم يكون هذه الملفات تكون فيها الوصف بتاع الامر بتاعك، لازم يكون فيها الوصف بتاع السكريبت بتاعك، ولازم يكون الامر مكتوب والسكريبت مكتوب عشان بعد كده يوفر عليك وقت. خلاص. فدي الاوبشنز اللي موجوده. طيب انت لو لاحظت هتلاقينا ان اهم حاجتين في هذا الموضوع ان لازم يكون عندي امر موجود ولازم يكون عندي سكريبت موجود. طبعا الامر والسكريبت الاثنين كده كده لازم يكونوا موجودين في الدوكس عشان هو بيرجع للدوكس اول مره. طيب لو الدوكيومنتيشن بتاعنا دي او السكيلز بتاعنا موجود فيها الامر موجود فيها السكريبت، من السكريبت سريع حتى انه بطيء عشان تبقى فاهم، ماشي. لو مكتوب، لو مش مكتوب خلاص يعني ما تقدرش تقول احنا كده عندنا سكريبت. خلاص. فالامر طبعا اسرع من السكريبت. لو انا جيت اعمل 10 اوامر ورا بعض على طول فطبعا برضو ككومنتس لو كلهم موجودين ككومنت ستيل اسرع. السكريبت هنا ممكن يبقى ابطا شويه، وابطا شويه دي احنا ما بنعديش الدقيقه برضو، ماشي، لو طبعا السكريبت موجود قبل كده، ماشي. لو عندنا 100 امر هنعملهم كلهم مع بعض هيبقى برضو ستيل الاوامر سريعه، السكريبت هيبقى ابطا بكتير. ابطا مش عشان هو وحش، ابطا عشان دول 100، ف 100 سكريبت هيشتغلوا ورا بعض بالترتيب اكيد هياخد وقت. ففيجما سي ال اي بيستخدم الاوامر بنسبه 80%. فطبعا انت هتستخدم فيجما سي ال اي يبقى لازم تكون عارف ايه الاوامر الموجوده، زي ما قلت لك هتسال كلود تقول له ايه البيلت ان كومنتس الموجوده في فيجما سي ال اي بيشرحها لك، وممكن تشوف الويب بيج اللي انا عملتها في الفيديو العملي علشان اسهل على نفسي ان انا يبقى عندي ريفرنس اعرف مش كل مره احتاج اروح اساله واقول له ايه الاوامر اللي عندك وهكذا. خلاص. فلما تفهم ان فيجما سي ال اي بيستخدم الاوامر بنسبه 80% دي حاجه مهمه جدا. لو عرفت ان انت تحول السكريبتس لاوامر فما تيجي ترن الامر ده ممكن يتطلب ان هو يروح يشغل السكريبت ده، اعمل كده. انا ما اعرفش ده تكنيكالي ينفع ولا لا، انا محتاج برضو اجرب الحته دي. انا لحد دلوقتي كل اللي جربته ان انا بقول له سيف السكريبت خلاص، فما بطلب من حاجه يروح يشغل السكريبت. محتاج برضو استكشف هذا الموضوع، انا مش ديفلوبر فمحتاج، ممكن يكون الكلام ده مش منطقي بس انا محتاج استكشف واشوف هل ده اصلا ينفع ولا لا، بحيث ان انا خلاص فهمت ان فيجما سي اي بيعتمد على الكومنتس بنسبه 80%. ده اصلا اهم فيتشر فيه عشان يوفر وقت ومجهود. فانا محتاج احاول على قد ما اقدر كل حاجه تكون كومنتس. طيب انت محتاج تشوف الفيديو العملي ده كويس جدا. الفيديو ده طويل ساعه و20 دقيقه بس تقريبا ده من اهم الفيديوهات اللي ممكن تقدر تقول انا عملتها في الفتره الاخيره، لاني وضحت لك في مشكله من البدايه واحنا ازاي بنطلب من حاجه نعمل باتن كومبوننت ياخد 15 دقيقه ويدينا كواليتي وحشه جدا، وازاي بنستكشف هو ليه خد وقت طويل، وازاي بنحول الكلام ده لتاسكات صغيره، وازاي بنعملها ورك فلو، وازاي بنسيفها كسكريبت لحد ما في الاخر بيعمل لنا نفس التاسك بكواليتي احسن بكتير في تقريبا 10 ثواني او 15 ثانيه. خلاص. الفيديوهات الجايه هتكلم بشكل كبير على ازاي نضيف امر، هتكلم ازاي نضيف سكريبتس. الفيديوهات الجايه برضو هنمشي بالتوازي مع شرح فيجما ام سي بي وشرح فيجما كونسول ام سي بي لحد ما نوصل للفيديو اللي انا تقريبا محضر له بقالي شهر بس مش عارف انزله عشان محتاج انزل لك فيديوهات تانية الاول عشان تكون على نوع من المعرفه اللي تقدر تستوعب هذه المعلومات، وهو ايه الفرق ما بين فيجما ام سي بي وفيجما كونسول ام سي بي وفيجما سي ال اي، وهل الافضل استخدم واحد بس ولا
اميكس ما بينهم، وفي تاسكات معينه استخدم ده وفي تاسكات معينه استخدم ده. طبعا انا عامل البرزنتيشن دي جاهزه، بس كل شويه يحصل تحديث في فيجما ام سي بي، يحصل تحديث في فيجما كونسول ام سي بي، بضطر اعدل في البرزنتيشن. فان شاء الله بقى ايه يعني قريب نسجل هذا الفيديو الجميل. ده كان الفيديو بتاع النهارده، اتكلمنا فيه بتفصيل عن فيجما سي ال اي. اتمنى ان هو يكون سهل وبسيط وعجبكم، واتمنى ان انت تشوف الشرح العملي لكل الكلام اللي احنا قلناه ده على ارض الواقع، وهحط لك لينك الفيديو في الديسكربشن. اتمنى تكونوا استمتعتوا واتبسطتوا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.